السلام عليكم. دنيا بطمة تقع في فضيحة جديدة وغضب عدد كبير من متابعيها. ورغم الأزمات، دنيا بطمة تلقى استقبالا شعبيا في مدينة طنجة. أولا وقبل المشاهدة، نرجو منك الضغط على علامة إعجاب للفيديو. مرة أخرى صدمت المغنية المغربية دنيا بطمة متابعيها واستعرضت جسدها بطريقة مثيرة في موقف لم يعرف بعد من الغرض منه، واعتادت طليقة الترك منذ انفصالها على إظهار تفاصيل جسمها بعد خضوعها لكل عمليات نحت وتجميل، وأصبحت غير قادرة على الاستغناء عنها. ونشرت المغنية عبر خاصية ستوري في حسابها على انستغرام مقاطع لها وهي ترتدي لوج أسود وتوب أسود وبطنها المكشوف، وكان الليجن يلتصق بجسدها وهي تقف أمام المرآة وتستعرض منحنياتها المكشوفة بدقة كبيرة. والجمهور وكالعادة هاجمها، لكنها لم تعره أي اهتمام. وفوجئت الفنانة المغربية دنيا بطمة بالحشود البشرية التي كانت في استقبالها أثناء استعدادها لحضور افتتاح مطعم في مدينة طنجة. وحظيت الفنانة دنيا بطمة باستقبال حافل من جمهورها ومحبيها بمدينة طنجة، وشاركت مقطعا يوثق لحظة تواجدها بين عدد كبير من الجماهير التي تحرص على دعمها. وتقاسمت دنيا بطمة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، معربة عن سعادتها وحبها لساكنة طنجة، على وجه الخصوص ساكنة الشمال عامة. وتفاعل رواد منصة الانستغرام مع مقاطع الفيديو التي شاركتها خريجة برنامج اكتشاف المواهب آرب أيدول، وعلقت إحدى المتابعات: حب الناس في الواقع محبوبة الجماهير.